كلام خطير يا حكام اليمن، الأفارقة يغزون اليمن. نشوفه. هذولا تبع من؟ يعني السؤال هذا للاطراف اليمنيه، يعني من غير ما نضحك على بعض ونلف وندور. هذا قديم، هذا الفيديو قديم ولا إيش؟ كم قلت له من حين ما انتشر؟ 12 ساعة. طيب هذه الصورة قديمة، هذا الصورة أيام أبرهة الحبشة لما غزا اليمن. أشبه، يعني أقصد المرة الأولى. هذولا تبع مين؟ غالبا لو دورنا هنلقى هذولا تبع احد الاطراف، مع كامل احترامي يعني. ليش؟ لانه مستحيل اصلا انك تقنعني او تقنع الشعب اليمني ان احنا لنا عده سنوات نتحدث في هذه الظاهره، ظاهره دخول الافارقه والاحبوش وانتشارهم بشكل غير قانوني في مناطق في اليمن، والاطراف اليمنيه كلها مقعيه تتفرج كده يعني لما تجيها بعدين الصدمه. يعني مستحيل يعني تقنعونا انه هذا شيء طبيعي. يعني الموضوع هذا قبل سنه كان ترند والان ترند لف العالم يعني الافارقه نفسهم هم بيشاركوا معنا في هذا الترند، هم نفسهم بيدوروا لايكات من هذا الترند. فقولوا لنا هذول تبع من؟ واذا هم تبع اي طرف يطلع يصدر بيان يعني يرقدنا، يقول يعني نحن الان نقوم باجراءات للتعامل مع هذه الظاهره والواقعه، خلاص احنا نفهم ونروح ننام. تمام. ولكن الموضوع المرطرط كذا في حاله من الغموض واحنا مش فاهمين ايش اللي بيحصل، يعني انتم ايش مستنيين؟ ما ودي انا اسيء الظن في الناس هذول، لانه انا عارف يعني ما حد يحلم انه يدخل تهريب لليمن الا يعلم. تخيل قدنا سنوات بنتحارب احنا وامريكا واسرائيل، فجأة يجوا لنا الأحبوش. والله إن شكل حق أبرهة الحبشة الجزء الثاني جاية. حاسس إحساسي هكذا بيقول لي والله أعلم. الله هو جاي من فين وايش اللي شافه هناك عشان يجي يتهرب لليمن. فانا متعاطف مع بعض هذه الفئه اللي. شوف أنا سافرت أثيوبيا الذي هي الحبشة، يعني من قبل كان اسمها الحبشة الحين اسمها أثيوبيا. العامل اللي اشتغلها هناك في أثيوبيا في المدينة في أديس أبابا كان يشتغل ب20 دولار طولة الشهر. ب20 دولار طولة الشهر، 70 ساعة يشتغل في اليوم ب20 دولار، فهمت؟ لما يجي لي لما نشوف الشغلانة ب50,000، يعني ما يقارب 100 دولار، حاجة عندك خيال، فهمت؟ فمن الناحية هذه اطمئن، والله إن هناك الأشغال إنهم رخاص، رخاص بمعنى الكلمة، إنه يشتغل الأثيوبي لو ما يموت 20 دولار، فاهم؟ هي جايه من ظروف حرب او مجاعه، ولكن اللي بيعمل عصابات واشياء وكذا هذا احنا مش معاه، وربما عشرات الالاف وربما اكثر من الافارقه اللي بيدخلوا اليمن بشكل غير قانوني. بنشوف فيديوهات معاهم اسلحه، بيطلعوا فيديوهات وهم بيهددوا انهم مستعدين للتصدي لاي قوه يمنيه، قد تكون الفيديوهات هذه حقيقيه مفبركه انا لا اعرف. لا لا والله أنا شفتها، والله إني حقيقية 100%. هذول مزو بعيد، الذي بيشتغل الله يرزقه ويعتبر إنه يمني ومننا وفينا، عادي فوق العين وفوق الراس. بس هذول أكبر أوسخ وأنجس من الأثيوبي، يعني الأثيوبيين، مش الأثيوبيين كامل، هذول اللي بيهددوا أوسخ وأنجس ناس في أثيوبيا. هذول فاهم، حق بلاطجة، قطاع طرق، والله انهم صدق انهم عيال سوق. حتى ما تلاقي اثيوبيين في صنعاء من جابرهم مال خبرتكم بيزوبعوا، يقول لك يا اخي هذول صعاليك، هذول صعاليك اثيوبيا، هذول ما همش مننا ولا فينا. فهذول مبلطي، يعني شايفين نفسهم فوق. لازم حكومتنا تفعل حل ماجي، والله انه الجزء الثاني حق ابرهة الحبشه جاي، لا يفكروا او لا يستهينوا بهم. اه لكنها منتشره في السوشيال ميديا اليمنيه، بيبنوا قرى وبيعملوا مخيمات واخبار انهم خلصوا على بنتين، وان هناك انهم بيقتلوا الناس على الحدود وبينهبوا اموالهم، والكل ساكت يعني كده ومدعم. انا مش منطق، يعني في حاجه غريبه هنا. عارفين الوضع صعب، وهم لما اي طرف بيتحرك بيمسكهم بيرميهم للطرف الثاني، يقوم الطرف الثاني يمسكهم ويرجعهم للطرف الاول. يعني اذا احنا اليمنيين مش مصدقين مع بعضنا، يعني كل واحد بيشوف اخوه بيديه بعينه، فكمان طرف جديد يدخل في الليله هذه. وانا هنا عشان اكون واضح وصريح، ما عندي مشكله مع الافارقه مع الحبوش، ما عندي مشكله مع اي جنسيه في العالم، لست عنصري. لا لا، مش كلمة عنصري، مش كلمة عنصري. أي واحد فوق العين وفوق الرأس يجي اليمن، فوق العين وفوق الرأس. صعب في اليمن ما فيش حاجة سابرة، بس الأثيوبيين وضعهم، يعني أنا فاهم وضعهم. الأثيوبيين ما عندهم يعني أشغال رخاص ب20 دولار يشتغل طول معلومة، مش من الناحية هذه، ولا فارقة فوق العين وفوق الرأس، وكلهم فوق العين وفوق الرأس. بس هذول أنجس ناس والله. وأنا جابرت أثيوبيين قلت لهم مال أصحابكم مال هذا، قالوا هذول يا اخي قتلوهم، اخذ من اخي، هذول ما هم مننا ولا فينا، ولا نعترف فيهم. والله من لسان الاثيوبيين. لست يعني جهوي، لست طبقي، ما عندي هذه الاشياء، الامراض اللي اصابت البيض يعني الله يعافي الجميع ما عندي بالذات. وانه يعني اكثر شعب مطعفر في العالم تمام هو الشعب اليمني، اثنين يعني ربنا طعفرهم في العالم، بني اشنائيل تمام وبني يمن.
هذول الاثنين الله طعفرهم في العالم، تمام. فاحنا اليمنيين من اكثر الدول الشباب اللي بيتهربوا لعمان، للسعوديه. لا دقيقة هذا ركزت على الكلمة حقك. دقيقة. يعني ربنا طعفرهم في العالم، بني اشنائيل، تمام. تقارن يا استاذ اسامه انت يا استاذ هذا زوايا مظلمه بعيال لا والله انك غلطان في هذه، والله انك غلطان. لا ما بيش اي اي موضوع ما تقارناش باولاد العالم ولا في اي شيء، لا في سباق سيارات حتى ولا في اي حاجه. ما تدخلناش معاهم في اي حاجه الا في الحرب. ان اليمن يا الحرام والله. والله انك غلطان في هذه، لازم تحكمنا وتتاسف يا زوايا مظلمه الصدق. لازم تتاسف في هذه الكلمه. احنا يا الناس ولليمن تقولهم معروفين في القران، مذكورين في القران، والرسول دعا لنا، والرسول يحبنا، والصحابه يحبونا، وآل البيت يحبونا، كلهم يحبونا. فلا تقارناش باولاد العالم، لا تقارناش، ما نشيش نذكر عندهم. وبني يمن، هذول الاثنين الله طعفرهم في العالم، تمام. فاحنا اليمنيين من اكثر الدول الشباب اللي بيتهربوا لعمان، للسعوديه، لاوروبا، بيدخلوا في كل مكان. فعشان كده ما ودنا نتحامل على ناس عندهم ظروف صعبه وهم بيدخلوا بلادنا بشكل غير قانوني. ولكن انا مع التنظيم. الدول لها سياده، كل دوله لها سياده وطنيه وحدودها خط احمر في اي مكان في العالم. اذا رصدوا واحد بيجري كده على الحدود، عبر الحدود، تتحرك فيها حرس الحدود ويحركوا خفر السواحل لو جايين بقارب، وتطلع الهليكوبترات، ويمكن يحرك لك يعني الهوم لاند سكيورتي. في واحد دخل على الحدود تتحرك وحدات، احنا بيدخلوا بالالاف ويمكن بعشرات الالاف، ما في احصائيات عندي انا اتحدث بموجبها عن ارقام، واحنا مقعين، الكل مقعي وبيتفرج. فانتوا كدوله في اليمن، بغض النظر عن الخلافات السياسيه وهذا والعسكريه بين الاطراف، الله يصلح حال اليمنيين كلهم، الله يصلح احوال العباد والبلاد. ولكن في هذه الاشياء اللي تمس الامن القومي يفترض ان يكون في تواصل وترتيب، مثل ما القضاء، مثل ما النيابات في اليمن كلها رغم الشقاق والخلافات في هذا الجانب في تنسيق. يجب ان يكون في تنسيق في مسائل الامن القومي من هذا النوع اللي هي خارج الخلافات السياسيه في اليمن وجذورها. ولا انتم خليكم مقاعيين كذا لما فجاه تلقى نتنياهو عمل مكالمه قشعوا لكم الدنيا كلها. مش نتنياهو، هذا ابن العهد عن نقدر نتعامل معه. احنا قلقين يجي الجزء الثاني حق ابرهة الحبشه بس. يعني احنا دحين حسنا عند ابن الحرام هذاك، فجاه يجي عدو اخس منه. معروف ابن عن الدمدي. احنا في هذا البلاطجه والله لا يكون لك بعدين ندعس وندعس، والله لا تندعس وانا ندعس معك. عرفت معنى ندعس؟ لا تفكر. هذول خرجوا انطردوهم من بلادهم، هذول طبعا انطردوا والله. فبعضهم جو يشتغل، ذي جو يشتغل جاي يشتغل، والذي جاي يجس لا يشتغل يجز. انا اصلا ما بالشغل في اليمن. فهذول السنوات انا قصدي هذول السنوات. انتوا عارفين هذول ايش قصتهم؟ من وراهم مين ممكن يدفع لهم المال ويحركهم في اي اتجاه؟ هل انتم مدركين الوضع هذا؟ هذول لو انتشروا لك في كل مكان وتوزعوا لك في الجبال ودخل لك، انت كيف تجيبهم؟ الكارثه الاكبر اللي معظم الناس مش مركزين عليها الان، انه هذول بيجوا من وين وعبر ايش، وهذه الازدحامات وهذه المجتمعات اللي هم بيعملوها. انتوا عارفين الامراض اللي منتشره الان في افريقيا؟ انت عارف هذول من فين بيجوك اصلا؟ انتوا عارفين جدر القرود؟ عارفين الان ايبولا؟ احنا حمل ايبولا يا جماعه، احنا حمل ايبولا الجديد هذا. انا اتفق معك، انا اتفق معك. احنا ما احناش ناقص اي مرض، ورب الكعبه ان اليمن ما عاد متحمله اي مرض، يكفيها الذي فيها. اليمن تحملت كل حاجه، اليمن تحملنا ما فيش عيشه في اليمن. قد حتى الشياطين والجن والانس ضابحين من هذه البلاد. ما عاد نقدرش نتحمل مرض فوق المرض. احنا مريضين هكذا نفسيا. يا الله ما يدخل لنا هذا الحب الذي طبيت. يعني كورونا عدى وراح فيه عدد الله اعلم كام، ولكن كان التهاب رئوي. انتوا عارفين ايبولا اخطر. طب احنا ناقصين البلاوي الزرقاء هذه؟ لا. هل في اشراف من وزاره الصحه؟ هل في اي شيء يا جماعه؟ طيب يا عم ايمن، ايش الحل؟ الحل معروف، وانا مش متخصص، انا عارف في جهات في اليمن هم متخصصين وخبراء، احنا بنتكلم كمدنيين الان بحد معرفتنا. يعني هو واحد من اثنين، اما ترحلهم ترحيل انساني مع الحفاظ على كرامتهم الانسانيه، او نزيد نلبسهم في يونكا، ها، وردة، نحط له وردة على الساعة العزاء حق المسيحيين. الله نخش، لا الحدود نخش. داري ايش عملوا في بلادك؟ كم قتلوا ناس ولا مش داري؟ قال لك والله ما ندخلهم الا ما نخرجهم الا نخش. الذي ما احترمش نفسه نخش لا خارج. قال لك احترام والله لا اسل حبل لا من الحدود السعوديه، لا باب المندب يتسلحب سلحاب، لا ما يعرف ان الله حق. قال لك محترمين، ما رجع هو يدخل يا سعم انه ما والله انه يدخل ويرجع سال عليك انتظر.
تقنن وضعهم. واعتقد تقنين وضعهم او تنظيم وضعهم صعب، لان احنا مش عارفين ننظم نفسنا اصلا. فانك تنظم هذا العدد كله وتوطنهم وتدمجهم في المجتمع صعب. بس انت لازم تشوف حل، على الاقل ايقاف التهريب. وانا ما بطلع اتكلم الا وبقرا وبتعمق، بشوف كثير منشورات انه القوا القبض على 11 مهرب، على 16 من اللي بيدخلوهم للبلد تهريب، وانه في تحركات. ولكن واضح انها مش كافيه. ما تقول احنا بنتحرك لما يكون السنه الماضيه عددهم كبير والسنه هذه صار عددهم اكبر، فلا تقنعونا انه هناك تحرك جدي. فاما انك تنظم وضعهم، واعتقد هذه صعبه، او ترحلهم مع الحفاظ على كرامتهم الانسانيه. ولكن ما بش كرامة إنسانية، قد عمل جرائم الجرائم. ما عليك من التهريب، ما التهريب حاجة هذول سهلات، هذول بيحصلوا قوت يومهم. أنا بدي أكلمك في الجرائم الذي بيفعلوها والذي بيستعرضوها. الله ما بالله نخش، نخش لا الحدود ولا للساحل، نرجمهم ياكلهم السمك. ما فيش رحمة، لا للرحمة. يعني مثلا أنا لو فسدت في أي دولة بيسلحبوا أفكاري لا الحدود. وإحنا نفس، إحنا لازم يقول لك كرامة، ما فيش كرامة إنسانية. ممنوع. لا 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 لا, لا, لا للعاطفة، لا. نو عاطفة، ما نسيش أي عاطفة. نعم للعنصرية، يعني مش عنصري يا أخي. خلينا دعنا، أنا بيني رغبت بالكلام. الموضوع هكذا منفلت، توقعوا كارثه. واحنا بطبيعتنا احنا فينا عرق، احنا ما نصحى الا بعد ما ناخذ الضربه. لما تاكل الضربه تمام، بعدين نبدا نصحى ونفوق. طيب هل انا مع حملات التحريض على هؤلاء الناس؟ لست معها. ليش؟ عشان يا حج ايمن مدري زمن يا زوايا مظلمه. الله يهديك، الله يهديك. انا عارف ان انت انسان محترم وانسان مثقف وانسان عندك بحوثات وعندك علم وعندك خلفيه في هذا المجتمع. بس انت بتشوف ايش بيفعلوا في بلادك، انت بتشوف ايش بيفعلوا في. ما انا مش اقول لك انهم تجار هذا بس كيف بيفعلوا في اليمنيين. شو كيف بيفعلوا فيهم. انا ما اتحاكش على الكل، الذي بيفهمني انا بتحاكى على الكل هذا ابن حرام. انا بنقصد هذول لان انا بيني اكلم اثيوبيين، بنقول ما خبرتكم هكذا بيعملوا. يقول لك يا اخي هذول سرق، هذول بلاطجه، خرجوا من بلادنا علشان يتبلطجوا هنا. بس المشكله دي بعد حاله بعد حاله. فنشتي يكون لهم هكذا، يكون لهم عبره لمن ما اعتبر، لا حبشي او غير حبشي يفعل داخل البلاد هكذا. حتى المواطن اليمني نفسه نشتي من حكومتنا يفعلوا فيهم هكذا حاجه، يكونوا عبره للكل، علشان اي واحد يفكر انه او تسول له نفسه انه يفعل نفس هذولا يكون مصير النفس الاولي. هذا اللي احنا نشتيه، يكون لنا يعني سيادتنا، هكذا نحس ان به دوله، ان به نظام، ان به انضباط. نشتي انضباط، نشتي سياده، نشتي رواتب. الرواتب هذه الحكومه حقنا ما يعجبنا شيء، ما يعجبهاش نهائيا هذه الكلمه. هذه الكلمه يعني شرخت راس حكومتنا هذه. تكلم عن اي شيء الا على هذه الكلمه. الكلمه هذه محجوبه عند حكومتنا العزيزه الغاليه، الله يحفظها. بس السلام عليكم يا حكومتنا. انه انا لست مزدوج ولا عندي نفاق ولا انسان متجزئ المبادئ. لانه لو طلعت الان حمله في اي دوله عربيه تطالب بترحيل اليمنيين اللي داخلين غير قانوني هنزعل ونشعر بالجرح. ولذلك يعني نوصل. لا 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 والله انهم يدعسوا ابوه دعس، والله ما عندنا اي مشكله. مش يعني انه غير قانوني الذي بيعمل مشاكل في دوله. انا يعني ذي نفس وضع هذا الذي بيفتل خارج بلاده ولا داخل بلاده. مش هنعمل ان احنا اكثر حرص من الحكومات اليمنيه تمام، ولكن يعني والخبراء في هذا المجال، ولكن يعني نشد على ايديكم. يعني شوف نجرح ونداوي عشان ما حدش يزعل. نشد على ايديكم عشان يكون في تحرك حقيقي لحل هذه المشكله، او على الاقل ايقافها عند حدها الان، والتصرف مع اللي قدهم في الداخل بطريقه انسانيه. او تخرجوا لنا في بيان توضحوا لنا ايش اللي بيحصل وايش الاجراءات التي اتخذت. نسمع ارقام رسميه، احصائيات رسميه، نسمع عن اجراءات حكوميه تتخذ، ولكن الكل بيتكلم وهناك حاله من الدعممه. هذه مشكله يعني، وهذا اللي بيزيد اللغط. لو من اولها يطلع بيان تراك ينهي الليله كان الدنيا نامت، ولكن لا. والكل بيفكر، الكل خايف في النهايه على بلاده. قول ما قلت واستغفر الله العظيم لي ولكم يا احبائي، ولا احد يزعل مننا. يعني بنتكلم بلسان الناس، لان احنا يهمنا امر البلد، وما جاء بيان او خطاب رسمي من اي طرف نفهم ايش اللي بيحصل عشان نسكت. ولذلك نضطر نتحدث. تحياتي للجميع.